عليكم ورحمة الله أصدقائي الأعزاء. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حظر الانتقالات الجسرية الخاصة باللاعبين أو ما يعرف باسم الكباري، بالإضافة إلى رفض فكرة إعارة اللاعبين فقط خلال فترة كأس العالم للأندية 2025. الانتقالات الجسرية أو الكباري هي عبارة عن صفقات بينتقل فيها اللاعب إلى ناد وسيط دون نية حقيقية للعب له، بهدف التحايل على قوانين الانتقالات، ومن ثم الانتقال إلى فريق آخر وهو الوجهة الحقيقية. نضرب مثال وهنروح بعيد ليه. عندنا المثال ده كان موجود في مصر في حالة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، اللي المفروض كان متفق مع النادي الأهلي على انه يروح له، بس علشان يروح وهو لاعب في نادي الزمالك وعنده عقد ما زال ممتد، فكان لابد من وجود نادي كوبري، وهو كان النادي البرتغالي. وبالفعل راح اللاعب وقعد في النادي البرتغالي فترة انتقال، ثم عاد على النادي الأهلي. دي بالظبط هي الانتقالات الجسرية لو حضرتك مش عارفها، والاتحاد الدولي فسرها، قال إذا حدث انتقالان متتاليان سواء على المستوى الوطني أو الدولي لنفس اللاعب خلال فترة 16 أسبوع، فإن الأطراف المعنية الأندية واللاعب قد شاركوا في انتقال جسري، وبالتالي يجوز للجنة الانضباط في الفيفا فرض العقوبات على الأطراف المشاركة في الانتقال الجسري. الاتحاد الدولي قال إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الفيفا على حماية نزاهة اللعبة. يعني الانتقالات الجسرية أو الكباري هي لعبة غير نزيهة باعتراف الفيفا. إذن كل من كان يلجأ إليها أو اللي كان بيعملها كان بيعمل حاجة غير نزيهة. الفيفا قرر أيضا السماح باستبدال وإضافة لاعبين خلال فترة 27 يونيو ل 3 يوليو 25. طبعا ده بالإضافة إلى الفترة اللي هتتفتح من 1 يونيو ل 10 يونيو. الفيفا أصدر لوائح صارمة بتهدف إلى التصدي لظاهرة الانتقال الجسري في محاولة جادة لضبط الانفلات القانوني ومكافحة التحايل على القواعد المنظمة للعبة. هو تحرك جديد لتعزيز الشفافية والعدالة داخل سوق انتقالات اللاعبين، وده خلى الفيفا تدي لجنة الانضباط صلاحيات كاملة طبقا للمادة 5 مقرر من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين لفرض عقوبات مشددة على جميع الأطراف المتورطة في مثل هذه الانتقالات. العقوبات منها اللي هيكون مالي 30,000 فرنك سويسري، ومنها حظر تسجيل اللاعبين أو قفل القيد لفترة انتقال واحدة على الأقل، ممكن يبقوا فترتين حسب ما هتقرر لجنة الانضباط سواء داخل الدولة أو على الصعيد الدولي. طبعا القرار ده قرار صادم هيهز سوق الانتقالات، وطبعا زي ما هيكون في عقوبات على الأندية هيكون كمان في عقوبات فردية على اللاعبين والوكلاء المشاركين في مثل هذه الصفقات، قد تصل لغرامات مالية كبيرة وقد تصل لإيقاف فترات من اللعب. بالنسبة لرفض إعارة اللاعبين اللي الفيفا قررته في كأس العالم للأندية، قالت ان لازم تسجيل كامل وقانوني. طبعا احنا عارفين ان نادي الاهلي كان متفق على اعارة حمدي فتحي،
مش عارف بعد القرار ده هل صفقة حمدي فتحي او اعارته هتفشل، ولا الاهلي ممكن يتفق مع النادي القطري على تسجيل، وفي تسجيل عادي كامل، وفي الفترة اللي من 27 يونيو ل 3 يوليو يرجعوا تاني او يستبدلوا بلاعب اخر. طبعا النادي الاهلي من اكتر الاندية في العالم اللي بتستخدم هذه الطريقة في الانتقالات. هي حيلة متكررة بيلجأ إليها النادي الأحمر للتغلب على الصفقات اللي بتشهد عقبات في سوق الانتقالات. بتضطر إنها تعمل كوبري بانتقال أفضل لاعبي الأندية المحلية في مصر للعب خارجيا، ثم العودة من جديد للدوري المصري، ولكن هذه المرة للعب بقميص الأهلي. أزمة الكوبري تسببت ان تم مناقشة حالة اللي هي حالة محمود عبد المنعم كهربا في لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، علشان يشرحوا يعني ايه انتقالات جسرية. جماهير مصر كلها عارفة وعلى دراية كاملة بالحيلة اللي بيستخدمها النادي الأهلي لضم لاعبي الدوري المصري، حتى إنها اتحولت لمزحة بين مشجعي النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبقوا يطالبوا بعض اللاعبين المتميزين في الدوري لاختيار بقى ما بين إنه يروح الدنمارك أو يروح البرتغال للاحتراف، ثم العودة للعب بقميص النادي الأهلي. والفترة الماضية شهدت اعترافات عدد من نجوم الكورة في الدوري المصري، ونجوم سابقين اعترفوا في حوارات تلفزيونية بالتخطيط مع الأهلي للخروج للاحتراف ثم العودة إلى الدوري المصري من بوابة الأهلي. شريف حازم لاعب الأهلي السابق كان كشف عن عملية انتقاله إلى المارد الأحمر، وإنها تمت بواسطة الكوبري ده على حد تصريحه في برنامج على منصة اليوتيوب. قال إن عملية انتقاله إلى نادي إسبريسكا السويدي كانت كوبري للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، وقال إن الانضمام للأهلي خلال فترة تواجده مع نادي سموحة، الأهلي لما دخل في مفاوضات رسمية نادي سموحة طلب مبلغ كبير جدا، لكن لما انضم للنادي السويسري انضم مقابل 50,000 دولار. وقبلها بأيام قليلة كان عمرو السولية بيتكلم انه خرج بنفس السيناريو من النادي الإسماعيلي، ولكن عن طريق الإمارات انتقل لفريق الشعب الإماراتي. كانت خطوة للانتقال للأهلي، ودي قالها مع الأستاذ إبراهيم فايق على شاشة MBC مصر. كذلك النجم الأسمر عبد الستار صبري قال من فترة انه كان متفق مع إدارة الأهلي على الخروج للاحتراف بضعة شهور ثم العودة إلى النادي، لكن بعد تألقه في الخارج طلب من مسؤول الأهلي انهم يسمحوا له بالاستمرار في الاحتراف، وده هو اللي حدث بالفعل. وقال في تصريح ان صالح سليم الله يرحمه هو اللي خلاه يحترف في النمسا لما كان في المقاولين العرب، عن طريق اتصال من عادل القيعي اتصل بيه عشان يجتمع بصالح سليم، وصالح طلب منه انه يذهب للسعودية، لكن القيعي رد بان الكتير قوي ذهبوا للسعودية فليذهب الى النمسا. وقال ان المسؤولين في النادي الاهلي اتكلموا مع نادي تيرول النمساوي عشان يلعب هناك 6 شهور ثم يعود للاهلي في نهاية الموسم، لكن اللاعب شارك وتألق وبعدها جددوا عقده. نفس السيناريو كان معمول لإياد العسقلاني مدافع النادي الإسماعيلي، لكن الإصابة هي اللي منعته من إنه
يرجع لمصر ويلعب في نادي الاهلي عن طريق نادي روستوف الروسي. يعني دلوقتي مفيش كباري. في واحد بيقول لك هو الاهلي هيعرف يعيش من غير كباري ازاي؟ لا، عادي، ممكن يعمل انفاق، الاهلي يعمل اي حاجة في الدنيا. لعيبة كتير انتقلوا للاهلي عن طريق الكوبري، اخرهم كان امام عاشور، لكن قبلهم كهربا والسولية وكل الاسامي ديت. في كمان سيد معوض اللي انتقل لنادي ترابزون التركي ليعود الى القاهرة بعد بضعة شهور مرتديا القميص الاحمر سنة 2008. واسلام الشاطر وعماد النحاس وجون انطوي، يعني حتى اللعيبة الأجانب، كان انتقل من الإسماعيلي للشباب السعودي ليعود بعد أشهر إلى الأهلي بعد سلسلة من المفاوضات غير الناجحة كتير جدا. وخصوصا أكتر نادي عانى من صفقات الكوبري مع نادي الأهلي كان هو النادي الإسماعيلي. لكن خلاص بعد صفقة زيزو الاهلي غير استراتيجيته وبقى ياخد اللاعب من ناديه مباشرة. ويا ريت احنا في مصر نتعلم من اللي عمله الاتحاد السعودي لكرة القدم للقضاء على ظاهرة الكوبري. عملوا ايه؟ قرروا ان اللاعب اللي يخرج من نادي في السعودية لبره السعودية ما يرجعش قبل سنتين على اي نادي تاني، ولكن لو هيرجع في خلال السنتين يرجع لناديه الاصلي. لو عندنا اتحاد ما بيخافش من اندية هياخد قرار زي ده. والى اللقاء.